هكذا هي حكومة الموتورات والفزعات لبت في سوريا. لطمس الحقائق والمجازر التي قامت بها جبهة النصرة، الاسم السابق لهيئة تحرير الشام، من ارتكابات وإجرام بحق الطائفة العلوية في صبيحة عيد الفطر 4 آب 2013 الساعة 5 صباحاً بتوقيت هيومن رايتس ووتش، حيث الدم لا يزال على جدران الذاكرة والوجدان. قامت قوات جبهة النصرة، الاسم السابق لتنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي بقيادة الجولاني، باحتلال عدة قرى علوية في ريف اللاذقية الشمالي. كيف قتلوه؟ قتلوه كويس. هلا بتروح تشوفي دمك، عم استخدم هذا ضمي. دمون وين؟ بتشوفي بالبيت. تعال شوفي. يلا أنا وراك. On August the 4th, at dawn, over 20 different armed opposition groups launched an offensive campaign in Latakia countryside. They then entered the villages and began going from house to house. In some cases, executed residents, in others, shot at residents that were desperately trying to flee. في مناطق ناحية سلونفا بتاريخ 4 آب أغسطس. بين 4:30 و5 من صباح 4 آب الذي صادف أيضا أول أيام عيد الفطر، هاجم مقاتلو المعارضة مواقع عدة للجيش السوري في ريف اللاذقية، لكن الهجوم لم ينتهي هنا. ففي الساعة التالية دخل المسلحون أكثر من 10 قرى علوية، حيث قتلوا ما لا يقل عن 190 مدنيا، 67 منهم أعدموا. راح ضحيتها ما يقارب 200 شخص من أبناء الطائفة العلوية، بينهم نساء وأطفال. وقد تم تنفيذ عمليات إعدام ميدانية واسعة ووحشية. الجولاني زعيم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قام باختطاف 105 نساء. The villages that they targeted are Alawite villages. Baruda was the site from which government forces were shelling opposition strongholds. وأطفال علويين موثقين بالاسم من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش. قاموا بتحجيب حتى الفتيات الصغار وحلاقة شعر الصبيان. According to opposition sources, there are now over 200 residents from the area held hostage. We're not just talking about a few rogue actors. We're talking about a pre-planned, meditated pattern of abuse that was intentionally undertaken. These abuses do amount to crimes against humanity. الرهائن ومعظمهم من النساء والأطفال تعرضوا لخطر التعذيب أو القتل، وتم احتجازهم في ظروف قاسية. تقارير التحقيق تقول أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر من 190، لأن بعض الجثث دفنت في مقابر جماعية وبعض الأشخاص ظلوا مفقودين.